ودعوا بعضكم. في يوم من الأيام في وقت من الأوقات في سنة من السنين اكتشفت إن أنا سرقت المقدمة دي من أحدهم، ولكن الأهم إني لقيت بمنتهى الصدفة واحد من أغرب الكراتين العربية ألا وهو طلا وجلا، وتريقت عليه حبة حلوين كده لأنه كان أشبه بالفري الخليجي. بس أنا حلبت النكتة دي كتير لدرجة إني أغضبت الفري العربي بالفعل، وردة فعل التلقائية عليهم كانت السلام عليكم شباب، معكم سكاي فوكس، والنهاردة هنعود من جديد لكرتون طلا وجلا. بما انكم حبيتوا الفيديو الاول من قرن فقررت اني ارجع له مرة تانية في الموسم الجديد اللي نزل برضو من قرن، وكعادتي ما رفعتش توقعاتي وتفرجت عليه انا وبنت اختي كوني انا خالة اسطورية وكويسة جدا. حب اقول لكم ان احنا ما توقعناش خالص اللي شفناه، ولكن خلينا نبدأ من الاول. طلا وجلا هو كرتون سعودي من انتاج شركة ياقوت وحصريا على شاهد، ويعتبر تنفيذ لكتب مصورة بنفس الاسم. تدور أحداثه حول المها العربي الحبارة هذا الطائر طلا وجلا من بعد ما انضموا لمنظمة سوبر سرية وكل للحفاظ على الأمن. والموسم الأول كان مليان عيوب ونص ممل وكرنج أحيانا، بس أحب أقول إن كتير من نقد السابق تحسن جدا مع الموسم ده، وكأنهم سمعوا الكلامي من الفيديو بتاعي نزل أصلا بعد الموسم الثاني. فمن ناحية الجوانب الفنية مثلا طريقة التحريك بقت أحسن في الأغلب، وتم عدد تصميم بعض الشخصيات بموديل جديد وأحلى بكتير عقبال أحدهم. وفي أول موسم كانوا بيستخدموا رسمات من الكتب لوضعيات صعبة على الموديل، ولكن في الثاني فإن كل وضعية بقت مرسومة في أنيميشن خاص بيها، مما ضيع إحساس الكوميك من قبل كده ولكن خلاها مندمجة أكثر مع باقي التحريك، وإن ما كانش تماما، لأن الانتقال من موديل لرسمة متحركة أحيانا بيسبب اختلال بعض التفاصيل ممكن تخرب الجو العام شوية، زي ظهور الظلال واختفائها، أو ينسوا ذيول الشخصيات، أو الشخصيات نفسها تبقى أوف موديل، حاجات زي كده. بالذات هاتون دي مرعبة، دي بتخوفني أحيانا. بس أفضل إضافة فيهم كلهم كانت الأنيميشن الفريم باي فريم بيبي، مع إنه يعتبر نادر بس دايم شكله أسطوري كل مرة. انظروا لهذا الإبداع عليك ألف، يخليك تتخيل العمل ده كان ممكن يكون إزاي لو كان كله كده. مش هكدب لو قلت إن الأنيميشن بتاع الكرتون عامة غريب ومحتاج تعود، ولكن أشوف إنه هو قدر يعوض من الناحية الكتابية واللي هي أهم بالنسبة لي. بس أنا بقول لكم من دلوقتي استعدوا لتحليل مبالغ فيه، ومش هتقدروا تعترضوا على أي حال، إن مفيش حد غيري بيتكلم عن الحاجات دي. محاحة في مكان ما هو عادي يسمونه الملاهي. بس قبل ما يبدأ بالحلقات خلينا نتكلم عن الشارة، نقطة أنا تجاهلتها تماما في مراجعة الموسم الأول عشان ما كانش فيه شارة أصلا، كانت مجرد عنوان بس زي العرض العادي. بس المرة دي قالوا لا، لازم شارة أسطورية توازي خرافية العمل. طب حلو جميل، أنا بحب الشارات. في مكان ما هو عادي يسمونه الملاهي. بصوا هي مش وحشة، ولكن كلنا صف واحد في وجيه الأعادي. اوكي مش قادرة اقاوم كلمات كرنجية وبتضحك، بس مش أسوأ ما عدى عليا. ونصيحة مني لو حد فيكم هيشوف المسلسل لازم تعمل سكيب دايما للإشارة، مش لأنها سيئة للدرجة بل لأنه دايما كمية الحرق اللي فيها رهيب، ما سابتش مشهد مهم إلا وجابته. عايز تشوف المسلسل يا حبيبي من غير حرق؟ تبلى. وتعرفوا عملوا كده ليه؟ لأنه في مكان ما هو عادي يسمونه الملاهي، بعدين هي لسبب ما طويلة ألف لايك برو، تيجي تعمل سكيب تلاقيها لسه شغالة، سكيب تاني لا لسه شغالة، مفيش مشكلة يلا نعمل التقليد ده لسه شغالة خلاص آخر محاولة لسه شغالة. ده غير ان بقى في تحذير بسيط للمسلسل بقى +9 عشان تعرف ان shit is getting real man. فلو انت اقل من 9 تتفرج على الفيديو اطلع بره. هناك دائما مفاجآت غير متوقعة. وبالنسبة لي تلخيص الحبكة بتاع الموسم ده من غير حرق، فعندنا مهمة تتعلق بلعبة وهتحط على الشخصيات كلها. بس كده يلا ندخل في الحلقة. الموسم ده بيبدأ بتدريب نار وشرار بين أفراد الفريق، مالوش أي علاقة بنهاية الموسم الأول في الأغلب لأنه عدى عليه فترة. في الحقيقة أوجه الترابط بين الموسمين تعتبر معدومة، كل بولشيت الجن والخفافيش لم يذكر أبدا هنا، فتقدر حتى تشوف الموسم الثاني من غير الأول. أنا قد أنصحك بكده أساسا. العيب الوحيد ان انت هتشوف دبل تشين الاسطوري اقل بكتير. وبالحديث عن دبل تشين، نجم ماي بوي الكول كده نجيبهم واحد انه اروع واحد فيه. خيبت ظني فيه. وخلينا
خلينا نتجاهل فكرة إنها توم بتقدر تتحول تخترق الجماد، يعني شيء طبيعي، مش مين مهتم يعني. It's okay. You're too slow. بعض الأسلحة البدائية أقوى من المسدسات. يبدو أن أحدهم لسه حواره معوق من أول موسم، ده أكيد هيكون ممتع جدا. بلا بلا بلا، كله تحط عليه عدد ركن، ولكن ليس لوقت طويل. أوكي، أنا عارفة أن مسدسات التدريب دي مجرد لعبة، ولكن تخيلوا فقط لو وبما ان راكان وورد شادين مع بعض، فنجم اقترح ان هو ينتقم لقائده بانه يهزمها في لعبة جديدة تسمى الزئبق الاحمر. وبما ان الموسم متسمي على اسمها فاكيد هي غير مهمة اطلاقا ومش هتسبب اي كوارث فيما بعد. كلهم مشي عدا طلا وجلا اللي طلبوا عطلة من السيد وافي. حسنا، سأوافق على العطلة في العمل، ولكنها لن تشمل المنظمة والمهمات. لما؟ نحن نستحق إجازة كاملة على عملنا الدؤوب. اسمعوا يا شباب، الأمر أننا في مكان ما هو عادي يسمونه يسمونه الملاهي. كلنا صف واحد مجددا. اسمع، تبل هذا الشت، سأذهب لأنام. ولاحقا حصل بينهم الحوار التالي. يا ولر ضغطي بسرعة على الموضوع. ما كانش هيوافق، ده أحسن ما فيش. على أي حال يلا نتقابل. كل نفسك عايز ارتاح. ومن ثم ندخل في أول مفاجآت للموسم ده. فعائلة طلا بكل اختصار شايفاها مجرد فاشلة خيبة أمل جابت وشنا الأرض وخسارة فيها الأكسجين، وده ببساطة لأنها شغالة في ملاهي. للأسف ما عرفوش إن هو مكان ما هو عادي. هولد أب، أنت عايز تقول لي إن طلا عندها دادي ايشوز؟ ما توقعش ان هم هيروحوا في الاتجاه ده نهائي. كان ناقص بس جمله اللي مش بتعملي زي بنت خالتك، او في الحاله دي زي اختها اللي هي رجلة الاعمال اللي قد الدنيا في شركه برمجه رايقه مع جوزها. وما تقلقش، عمرك ما تنسى المعلومه دي لانها بتكررها دايما كل ما تفتح بقها. الوظيفه التي ساعرضها عليك في الشركه التي اسستها مع زوجي، اسهم شركه البرمجه التي انشاتها مع زوجي. يكفي يا جماعه، لا تضغطوا عليها اكثر. المسكينه غير مؤهلة لحمل عبء المسؤوليات. كما ترون أنا ينبغي أن أكون الشخصية الكريهة في المسلسل. وجلسة التأنيب انتقلت للعشاء. أنا أحب وظيفتي، لا أريد تركها. أبي اسمعني رجاء، أنت لا تفهم، لدي طموح خاص. أبي لماذا ستتحكم؟ ذكرت أن لدي شركة مع زوجي. في كمان مصنع يتم الهجوم عليه بالدرون، لكن ده مش مهم بقدر النجم المهرج. قد تظن إنه شغله كمهرج هيقلل من الكولنس، ولكنه أروع من إنه يهتم برأيك. كم أنت كول يا نجم، أتمنى ألا يحصل لك أي مكروه. على العموم كله شغال في الملاهي عدا جلال المشغول باللعب، وطلع مشغولة بكونها خيبة أمل. وحصل اجتماع سري كالتالي. أنت السبب. سكوت يا حثالة. وأيضا give me your glasses be. أوكي، الأنيميشن ده كيوت أكثر من اللازم. اسمعوا جيدا، مصنع البتروكيماويات هذا قد يكون في خطر. إنه سيحصل على براءة اختراع قريبا، لذا علينا الذهاب. لا يمكنني رؤية شيء بدون نظاراتي. جاري فقط، أرجو أن لا يلاحظوا. في الناحية الأخرى فإن جلا جرب لعبة الزئبق الأحمر النسخة المجانية لأنه مطفر، وهناك لقى فيها صديق الطفولة عنبر. ولكن الحاجة اللي أنا مش قادرة أستوعبها في المشهد ده إن جلا حاطط سنة تخرجه من الجامعة جنب اسمه في اللعبة، بعيد ان محدش عاقل بيعمل الحركة دي، ولكن مكتوب سنة 2020، واغلب المتخرجين بيكونوا في حدود 22 سنة، ومع سنتنا الحالية فهيكون عنده تقريبا 27 سنة. انت عايز تقولي ان جلا عنده 27 سنة؟ ده شكله بالكتير عيل في اعدادي مع شنب غير مكتمل. للمقارنة انا دخلت الجامعة في سنة 2020، فده معناه ان هذا الفاشل اكبر مني ب4 سنين. ازاي؟ ومع مزيد من اللعب صاحبه بدأ يتصرف بشكل غريب، بالاخص بعد ما اشترى النسخة الكاملة. كان جلا مستغرب من اللي بيحصل، ما كانش عنده اي فكرة ان دي اخر مرة هيسمع فيها صوت صاحبه. عنبر، لما لا تجيب؟ أغيرت شخصيتك، أخبرني، أيعقل أنك اشتريت النسخة الكاملة؟ وبس كده بكل بساطة انتهى أمره. قلت لكم shit is getting real man. من دلوقتي أقدر أقول إن البداية دي أحسن بكتير عن أول موسم، مع إن في كام نقطة كان نفسي تعمل بشكل مختلف. عنبر مثلا طلع 5 ثواني بعدين بوم مات، لايك برو ملحقتش أهتم كفاية قبل ما تتفجر. يب هو هيطلع تاني كفلاش باك لاحقا، بس عن نفسي أشوف إن هو لو كان أصيب وترمى في المستشفى وجلا يقعد يزور ويزعل عليه ويبقى عايز ينتقم له ويتساءل هل هيقدر يعيش أو لأ، ساعتها هيكون في وزن أكبر للشخصية دي حتى لو مجرد دافع بس الجلا، اللي جلا نفسه مش مساعد خالص برضه في الحتة دي زي ما هنشوف. أما بالنسبة لطلا
فعلى قد ما انا حبيت وجود مشاكل عائليه عندها، بس انا شايفه انهم عملوها بشكل مقحم زياده شويه. مش محتاجين ان ابوها يزعق او اختها تكون متكبره عشان تعرفني ان هم قاسيين عليها وضغطينها. بالعكس، كونهم مبالغ فيهم بيضعف الفكره. فتقدر تخلي الاب هادي جدا والاخت عاديه، ولكن كلامهم فيه تسلط وبيلسع. وياما في نماذج كده في الحياه الواقعيه. مش بقول ان هم عملوا الحبكه دي بشكل سيء، ولكن دي وجهه نظري في النهايه. فقدان الأصدقاء ليس أمرا سهلا مطلقا، وأنا حزينة لما حدث مثلك. نكمل ما بعد الانفجار والشرطة بتحقق في الموضوع. كنت بتساءل هو ليه ساب الناس دي كلها بيكلم عيل، بس فكرت انه عنده 27 سنة. والتحقيق كان كالتالي. How many people live here? Me and my mom. So 2. My dad 3. died. You wasted my time a little bit. فكلم طلق اللي حاولت تواسيه، ومع ان صاحبه لسه مودع الملاعب من 2 سنين، الا انه على طول بدأ يرغي في ان اللعبة هي السبب. برو، مفيش احترام لصديقك الراحل؟ قلت لكم ان جالا مخلى الموضوع بلا قيمة. هي مان، كيف حالك؟ انا اسفة على صديق. نعم، الامر صعب، ولكني متأكد انها بسبب اللعبة. لعبة؟ نعم، هي السبب. كل شيء، كنا نلعب، كنت افوز، وبعدها افسد كل شيء. ذلك الفاشل المتخلف لا يسمع كلامي ابدا. جلا، انت بخير؟ تبا بان الصدمة افقدته ما تبقى من عقلي. انا اكره. في النهايه قالت له ارتاح وغطيه وانت نايم راسه، يعني عشان الافكار الغريبه تمشي. وكملت هي مشوارها مع اختها اللي حثتها تقطع علاقتها مع صاحب شغلها الحالي كله علشان يكون اسهل لها ان هي تمشي منه لشغلانه احسن. وريم نفسها اللي هي اسم اختها وفرت لها عمل افضل في خمنت صح شركتها هي وجوزها. ومن المتوقع فان طلا رفضت طبعا، ولكن قاطع كلامهم سائق موتوسيكل مجنون بيبرطم بكلام غير مفهوم. طلا بلغت الموضوع ده لورد، وبدورها لاحظت بلاغات مشابهة في أماكن مختلفة مما دعاهم للتحرك. حسنا، إليكم الأوامر. راكان سذهب للشوارع. هاتون رافقيه في المهمة. ورد ابحث عن معلومات أكثر. وأنتي who they for you؟ إيه، وماذا عني؟ المصنع. تبا. إذا كنت تظن أن الدادي إيشيوز ورحيل الصديق مفاجأة كفاية، فانتظر لأن لدينا نجم والفوبيا أو تروما. لأنه هو صغير حصل جنبه انفجار وحريق هائل في محطة بنزين، ومن ساعتها هو بيخشى الاقتراب لأي محطة، فما بالك بمصنع كامل. أوه يس، دلعني كده معاناة الشخصيات. كم أعشق التروما. مع إني عندي شوية تعقيب هنا، لأن القصة اتحكت بشكل حاف جدا، فطريقة حكيها كانت أشبه بي كنت ماشي في الطريق وحصل انفجار بجانبي فجأة وجاءتني صدمة. I got traumatized. I was traumatized for real. من غير فين وازاي وامتى هكذا. هم بس كانوا محتاجين شوية تفاصيل. يعني مثلا في أحد رحلاتي أنا ووالدي عندما كنت صغيرا، اضطر هو للنزول بجانب محطة وقود لشراء بعض الحاجيات وتركي في السيارة المغلقة. لست متأكدا ماذا حدث بالضبط وقتها. يومها كان حارقا والمحطة مر عليها زمن وجودتها رديئة. كلها عوامل من المنطقي أن تكون السبب في بدء تلك الشرارة الأولى التي ما لبثت أن انتشرت بسرعة فائقة حتى وصلت لي حاويات الوقود. فجرت كلها في لحظة. الحريق كان هائلا وكنت هناك وحدي محتجزا في السيارة، ومشهد النيران المستعرة تقترب مني وأنا عاجز تماما. لن أنسى أبدا ذلك الشعور حتى ولم أصب بسوء فعلا وقتها، ومن يومها وأنا أخشى الاقتراب من أي محطة. وبس كده، ده السيناريو بتاعي. قصدت أضيف جزئية العجز والاحتجاز لأنها لها علاقة باللي جاي كمان. حسنا، هل انتهت قصتك؟ أجل، لا وقت لدينا. انتهيت؟ أجل، بطل معي لا شباب آخر زمن. هل يمكنني الذهاب إلى المنزل لأرتاح لبعض الوقت؟ طلب مرفوض يا ورد. ممكن لو سمحت ممكن أرتاح؟ لا. وبعدها كان في شوية شغب وأكشن وبلا بلا بلا كلام ممل. من يهتم؟ خلينا نفهم شخصية في المسلسل. رغم قلقه والتشويش في الاتصالات إلا أنه قدر يمضي في المهمة لوحده فقط لأنه كول ومستحيل يحصل له شيء سيء. تجاهله فقط كل اللي حصل في الموسم الأول. وهناك لقى الأخ ده بيستنجد بيه. النجدة ساعدني، الغرفة تحترق. حرفيا يوجد يعني مطفأة حريق right there. لا، لما تعلم كيف يستخدم بليز ساعدني. ومع ان دي هي فوبيا النجم حرفيا، الا انه استجمع شجاعته كلها ودخل عشان يطفي الحريق. مهلا لحظة، لا توجد نيران. لير هيرر، اخرجني من هنا ايها الكلب. انا فعلا كلب. بس ما تخافوش، اكيد مش هيقعد 70,000 حلقة في نفس الأوضة من غير ما حد يعبره. صح امل انك راضي عن نفسك يا كلب. اوه شيت، متوقعتش كده. وكما نرى من شكل الأوضة فنجم جرب كل شيء عشان يقدر يطلع منها وما عرفش، وليه تفصيلة رايقة بالمناسبة. وبعد شوية صياح على الباب
فإن الأخ فقد الأمل وقرر إنه هو يسلي وقته ويلعب شوية، وبما إنه وضعياته هنا تعتبر صعبة على الموديل الطبيعي فكلها تقريبا مرسومة عشان تبين لك قد إيه هو وسيم، بس الموديل مش مساعد. ولكن لأنه الموسم ده مش مسمى بالزئبق الأحمر من فراغ، فإن اللعبة سيطرت عليه وهتعيشه في كابوس عمره ما هيقدر يخرج منه. ومن هنا ورايح وللأسف الشديد مغامراتنا مع نجم بقت محدودة جدا. يدوبك بنشيك عليه من وقت للتاني عشان يفكرونا بقد ايه هو عالق وحزين، ودي سلبية الموسم الكبرى بالنسبة لي. انا هفتقد مغامراتك كتير يا نجم. وبما اننا هنا فانا اطالب يقود ببرنامج كامل عن نجم اسمه يكون نجم النجم، متأكد ان هو هيكون اروع بكتير من طلا وجلا، والوضع مش احسن كتير برضه عند الباقي. فورد مش عارفة تلاقي معلومات كفاية بالنسبة لطلا وجلا. الحق أنت بهذه المجنونة وأنا سألحق بذلك المعتوه. اوكي، ربما راكان وهاتون افضل. يبدو أنك تصالحت أنت وورد أخيرا. هل أنت أتراقبيننا؟ هل تتجسسين علينا؟ حبيت فكرة ان راكان مش عايز يأذي المواطنين عشان كده بيتعامل معهم من غير المسدس، واكتشفوا عربيات بتسبب التشويش وانتشار الفوضى من اللعبة. فواحد مثلا نط في المجاري والتاني كان مستمتع جدا لدرجة ان هو قرر يموت. هنا جلا تأثر من خسارة الشباب الأبرياء، فراكان حب يواسيه ويقول له انشف يالا انت عندك 27 سنة. وبكده نكون خلصنا نص المسلسل تقريبا ونرجع على السريع للتحليل. فكرة المهمة المرة دي مايلة على التكنولوجيا، فتعتبر عكس الجزء الأول اللي تضمن جن وصحراء أمور تعتبر عتيقة، وبقوا حتى جريئين أكتر في المحتوى الأكشن لأنه بلس 9. من رأيي ما حول اللعبة جيد جدا. مشكلتي في اللعبة نفسها. في البداية مفيش سبب فعلي لانتشار اللعبة غير إنها بين قوسين لعبة مشهورة. خلي بالك إنها لعبة مدفوعة كمان، تبعت لك النظارة والسماعة هدية، لكن ده مش سبب كافي إنها تنتشر بالقدر الرهيب ده. وحل الحتة دي هو سهل في الحقيقة، محتاج بس تضيف شيء جذاب، وبرأيي يكون ماني. الفلوس عامة ممتازة لإغراء أي حد في أي حاجة. خلي اللعبة الكاملة بفلوس ولكن كل ما تلعب كل ما تزود نقاطك وتعلى في المراحل، كل ما تكسب جوائز وفلوس حقيقية. ونستفيد من اسم الزئبق الأحمر لأنه ملوش سبب فعلا بأنك تخليه الهدف النهائي والأكبر في اللعبة اللي بتعلن عليه باستمرار. المرحلة الأخيرة اللي واحد بس يقدر يوصل لها، ولكن عشان تقدر حتى تقرب من الزئبق الأحمر قدامك مراحل ونقاط ومنافسة كبيرة جدا. كل دي عوامل إدمان ينتج عنها سيطرة تدريجية للعقل. ممكن لمزيد من الكوميديا نخلي ليها إعلانات موبايل معوقة هي كمان، لما لا. كان نفسي كمان الشخصيات تاخد وقت أطول عشان تكتشف إن اللعبة هي السبب. اسم الموسم عليها، بس لو أضفنا جو تحقيق وشك بسيط زي الموسم الأول كان هيكون تحفة. ولكن لا، الشخصيات على طول بتلقط الموضوع اللي هو صاحبي لسه ميت، إنها اللعبة، يوجد حوادث غريبة تحصل، إنها اللعبة، في حين ان بشكل واقعي يكون لعبة هي السبب. نظرية غبية. حتى نجم كان عقلاني كفاية وما صدقش بسهولة كونه كان بيلعبها وما حصلوش حاجة وقتها على الأقل. بس تعرفوا ليه حصل كده؟ لأنه في مكان ما هو عادي يسمونه الملأ. بعد شكهم في ان اللعبة هي السبب قرروا انهم يتأكدوا بانهم يخلوا طلة تلعبها ومفيش حاجة حصلت. يعني اكيد اللعبة بتاخد وقت عشان تتحكم بالعقل. هذه أيها الفاشل. وربما لا. مع إثبات النظرية بسرعة كبيرة جدا، وردة هتقول لجلا الخطوة التالية إنه هو يدور على مصدر الذبذبات باستخدام راديو قديم. وأين يمكنني العثور عليه؟ تصرف، أنت عندك 27 سنة. المهم الأخ تصرف فعلا ولقى راديو قديم بطريقة ما، واكتشف إن المصدر هو برج طويل. فعلتها فعلا، حتى إن ذبل الورد تبقى رائحته. حان الوقت لينقذ جل المدينة. تبقاش كريهة أكتر من اللازم مان. بينما طلا بتعيش روح الجيمر اللي جواها. لا، بل زادت. معذرة، كما ترون أرباح شركتي أنا وزوجي قد زادت من بعد إنتاجنا للعبة اسمها الزئبق الأحمر.
نعم انا ما اقدرش استحمل، ومش ناويين يطلعوا ابني ولا ايه؟ انا مش قادر اشوف اكتر من كده. ولحسن الحظ تم تلبية ندائي وارسلوا شخصية اخرى من الموسم الاول، عزام الذئب، اللي اسمه لا يتم بصلة بشخصية خليجية تانية مؤلفها ما طلبش حذف الفيديو بتاعها لانه زعل او حاجة، واسمه برضو ملوش اي علاقة بشخصية ذكاء اصطناعي معوق. والاخ تحول من فيري لابس شماغ لشخصية شكلها يعتبر كول الحقيقة. فهنيئا الريديزاين عزام، مع اني حاسة ان الموديل بتاعه مستعجل شويه في حركاته، مش متقنه زي الباقي، بالاضافه ان في الموسم الاول كان دوره يعتبر مهم وغامض، بينما هنا هو ملوش اي 30 لازمه. هو مفروض جاي يدور على نجم اللي هو حرفيا في الاوضه اللي هناك دي، وراه عدل. الو نجم، هل تسمعني؟ حول. الو هل تسمعني؟ ومن الحين للآخر بيتصل على وافي يقول له Now we can find shit لأثر النجم ذاك. حرفيا فتشنا المصنع كله. حسنا عدد تلك الغرفة خلفي، دبلت تلك الغرفة بالتحديد، أنا أكرهها بالذات، ولكن أكيد لن يكون فيها النجدة. ساعدوني. ماذا الصوت خلفك؟ مستر بنت. أوكي. أنا حرفيا هنا. الأمر وكأنه تبخر تماما. تبا. على العموم سأكمل مهامي هنا. اعذرني سيد وافي. نعم أحسنت. أفرغ كل رصاص على تلك الدرون لتبقي رصاصة واحدة. جيد. أحضر البازوكا إذا أردت. وصل الأمر إنه قال له أنا مش لاقيه، دوروا عليه بطريقتكم. غريب إنه ربما أكتر شخصيتين كانوا مؤثرين في الموسم الأول دورهم اتخسف بيه الأرض في الثاني، بس على الأقل نجمة عنده عذره. ما زال لدي بعض الرصاص، خذي أيتها الدرون الحقيرة. ونقلب الموازين بشخصية تحسن دورها عن زمان، ورد، اللي مش بس بتدور على المعلومات التقنية ولكنها قررت تجرب اللعبة بنفسها. أتساءل الوضع هيمشي إزاي؟ أريد لقاء. ومن هنا تكونت نظرية عن كيفية عمل اللعبة، فهي بتجذب اللاعبين بمحتواها لغاية ما توصل لنقطة عدم التفريق ما بين اللعبة والواقع، مما يخلي اللاعبين يرتكبوا جرائم ظنا منهم انها جزء من اللعبة. ولاحقا لما هي كررت الموضوع تاني بدأت كل مخاوفها تطلع لها في اللعبة، لان المستوى التاني متعلق بالخوف مما بيشيل الحركة زي اللي حصل مع نجم. وبالحديث عن نجم فهي قدرت تلاقيه في اللعبة وتكلمه كمان، ده لان عقول اللاعبين كلها محاصرة في نفس المكان، مما يعتبر ثغرة ممكن يستغلوها لصنع الجيش مضاد. التفسير ده يبين انك ممكن تلعب اللعبة وتتحول لمسبب فوضى او تتشل حركتك، ولكن يبدو ان الاولوية للفوضى، مع انهم ما ادوش تفسير محدد عن ازاي اللاعب ممكن يكون كده او كده. ممكن تقول ان الشخص اللي ما يقدرش يسبب الدمار لانه مثلا عاجز او عقله سليم او ما شابه، ان اللعبة بتختار ان هو يكون مشلول عشان ما يكونش عقبة في طريقها. كمان كان نفسي في سبب اعمق لطريقة السيطرة نفسها، يعني لو افترضنا ان هي بتشتغل بالتدريج والذبذبات بتأثر على العقل وممكن تحفزه على إفراز هرمونات المتعلقة بالعنف والمتعة والأدرينالين وما هنالك، بس أظن الموضوع ده هيفشل لو الشخص اللي جاي يلعب لعبة كان عارف بالفعل إنها تتحكم فيه. مع كده فإنها نجحت وبسرعة كبيرة، وده مش منطقي أوي بالنسبة لي. نعود لجلا اللي شاف إن طريق البرج مسدود، لذا أفضل حل جه في باله وقتها كان تسلق البرج. أملس برج هتشوفه في حياتك، 70,000 دور بس من غير ما يتعب. تعرفوا سيبكم من تفعيل وضعية البورس وكل ده، كلام جلا نفسه مستفز قوي. أين أنت أيتها الإشارة الخبيثة؟ المفروض الكلام ده يكون كول 1000 أحلى حاجة تسمعها في حياتك، ولكنه بيطلع مغرور وكريه ومزعج جدا. كان نفسي إنهم ياخدوا اتجاه مختلف مع جلا، ولكن هنعمل إيه؟ فوق لقينا قط بيخرب حاجة، لذا جه وقت القتال، ولكن مش قبل حوار معوق تاني من جلا. توقعت خصما أكبر. على الأقل فريم باي فريم هنا رايق، وكما هو متوقع بين أي نزاع بين طائر وقط انتهى الموضوع بخربشة ودم، عشان احنا بقينا بلاس 9. الطائر الحر يعيش وإن فقد بعض الريش. ممكن تقتلوه وتخلصنا. تسلم حبيبي مشكور. والبرج الحديدي اتنى على وزن صاحب 27 سنة، ربما لو كان أصغر سن ما كانش حصل له حاجة، فمن غير شيء يقدر يعمله اتصل بطلع للنجدة. ألو جلا كيف حالك؟ مضحك كمان إن طلع كانت هتطلع لجلا، لقت الباب مسدود، قالت أنا أعرف طريقة تفكير زميلي المتخلف. فعلت وضعية البورصة كمان، اللي هو ما بقوش أصحاب على الفاضي.
ولكن للأسف عاق تسلقها ضربات نارية لغاية ما جلا اتصل عليها تنقده. بس معرفش هو مأفور ليه، مش هو طائر ما يطير ويخلصنا؟ يلا استني ايه؟ اوه انت هذا النوع من الشخصيات. اوكي الولد راح خلاص. بس للأسف طلع عرفت تنقذه في آخر لحظة بعربية مراتب. ياي. وبدل من شكر طلع على إنقاذ حياته فإنه جلس كالمتعجرف يشكر الصدفة على وجود المراتب، مما ضايق طلع على جحد مجهودها. مراتب إسفنجية تنتظرني وأكثر راحة من سريري. مصادفة. هذا ما استنتجته؟ محض صدفة. وما قالهاش شكرا برضو. ده اللي أقصده إني جلا كريه مان. ويالها من صدفة رائعة وجود تلك المراتب المريحة. أنا اللي جبتها you ungrateful. تعرف في حاجات في بالي، هو الكرتون ده لو اتعمل قبل قانون قيادة المرأة في السعودية هل كانوا هيخلوا طلا برضو هي اللي تسوق؟ وجات لهم تعليمات إن هم يفضلوا في مكان آمن لحين مزيد من الأوامر. الوضع سيء لدرجة إن دي لوحدها مهمة مش سهلة. دايم الدمار أكبر مما توقعت، الأمر أشبه باليوم ولا أقول لك مش ناقصين دراما على الفاضي. وصل الاثنين لمحل ما وفي مشهد لطيف فإن طلا ضممت جراح جلا من أثر الخربشة، مش عشان وقع من برج عملاق، لا الخربشة. وهنا شكرها فعلا، مش لما أنقذته من موت حتمي، نوب ضمامة خربشة. وبما إن الاتصالات لسه مستحيلة أدركوا إن هما لازم يتحركوا بدل من انتظار أوامر مش هتيجي، ولكن سد طريقهم مزيد من المغيبين، لذا قرر جلا إن هو هيعطلهم بينما طلع هتطارد العربية. كان بينهم شبه وداع لأنهم ممكن مش هيشوفوا بعض تاني حتى لو كانوا متفائلين بإن كل شيء يتحسن في النهاية. ونتركنا من هذا الثنائي لثنائي آخر. Wake up! Wake up! Wake up! You're getting comfortable! راكان وهاتون في مواجهتهم مع مزيد من المغيبين لغاية ما وصلوا المستشفى توزعت فيه اللعبة كعلاج حديث، ولكن النتيجة واضحة. هذه فرصتي للسطوع، استمتع بلحظاتك الأخيرة. ويبدو أن داخل المستشفى مصدر تاني للتشويش، عشان كده دخلت هاتون تستكشف. هي ماهرة كفاية كده هتعرف تتعامل. مرت فترة وهاتون لسه مختفية مما أقلق راكان اللي قرر أنه هو يتبعها لجوه. ما كانش عنده فكرة وقتها أن الأمور هتبقى أسوأ بكتير. هنا هقف شوية عشان أذكر سيناريو بديل لحتة معينة. من رأيي أكبر فرصة ضائعة في الموسم ده إنه ما خلاش واحد من الأبطال يبقى مغيب كمان ويواجه باقي الشخصيات. ده نوعا ما حصل مع طلا ولكن لفترة قصيرة جدا، ونجم وورد كانوا محجوزين على أي حال. لذا فكرت في تغيير بعض العناصر، زي نرجع لجو التحقيق من الموسم الأول ونبدأه بالجلا اللي شك مش على طول ولكن مع الوقت إن اللعبة هي سبب الفوضى اللي بتحصل، استنادا إن هو مر بتجربة عن قرب مع صاحبه، ولكن باقي الفريق مش هياخدوه بجدية. عشان كده هيحاول إن هو يثبت الموضوع بنفسه بمساعدة أقرب حد ليه في المنظمة، طلا، اللي مش مقتنع أو بفكرته لكنها بتسنده على أي حال. فيديها اللعبة تجربها، وأول ما تبدأ تلعبها مش بيحصل أي حاجة، بالعكس هتقول له اللعبة دي ممتعة جدا يا اسطى. ده أحبطه ولكن كان لسه عنده أمل أو بالأصح شك، فطلب منها إن هي تكمل لعب وهو يقوم بدورها في المهمة ويمشي. في الفترة دي بدأت تردد إذا كان هو صح أصلا أو لا. اللي كانش يعرفه جلا إن شكه كان في محله، بس كان محتاج له شوية وقت، لأن طلا بعد ما طولت تلعب بدأت السيطرة عليها فعلا ودمرت المكان ونزلت في الشارع ترتكب جرائم زيها زي باقي المغيبين. وردة تشوف ده تبعت لهم يوقفوها حالا بدل من المعركة اللي فوق البرج اللي فيها مبالغات وغير منطقية كتير وشخصية غير مهمة لدرجة الملوش صوت حتى مجرد جر. فإن جلا هيواجه طلا نفسها وإصابته هتكون بسببها، واللحظة دي كلها هتأكد إن اللعبة هي السبب، وبكده طلا هتكون مثال كويس ليه مسبب الفوضى لأنها عندها القدرة لكده، ونجمة هيكون مثال حلو للشلل من الخوف لأنه محجوز وغير مفيد، ووردة هتكون الاتنين ولكن الأهم المفسر لكل اللي هيحصل. ودي تعديلات البسيطة على السيناريو، ولكن على العموم خلينا نخلص آخر حلقة واللي أحب أسميها The city is descending into chaos and devastation. اوكي خليني افكركم الاول بعدد الحبكات اللي لسه ما اتحلتش في المسلسل. نجم العالق في المصنع، ورد ووافي في المنظمة بيحاولوا يكتشفوا اسرار اللعبة، طلا وجلا في مواجهة المغيبين، وهاتون وركان كذلك. ده غير امور زي الاعداء الفارين والسيارات، والاهم انتشار اللعبة نفسه. ازاي هيتم حل كل ده في حلقة واحدة؟ الاجابة هي مش هيحصل. جلا سقط وهو بيواجه المغيبين في نفس مكان مدرسته القديمة وكأنها رمزية على فشله في الانتقام لصديقه. طلا اترمت من
موتوسيكل وحشروا جسدها الغير واعي في شنطة عربية عشان يقذفوها ناحية أقرب حيطة. نجم لسه محجوز في الأوضة ويتم الهجوم على المصنع، وعزام ما قدرش يواجه نهائي، يمكن عشانه مخلص كل الرصاص على الدرون. سنوقفكم حتى إن بقي منا ذئب واحد فقط، الذي هو أنا طبعا. تبا للجميع، احنا فعليا بنشوف كل الأبطال بيخسروا، ولكن كل ده مش بيقارن بالمفاجأة الكبرى لما راكان لقى هاتون مرمية على الأرض وتسللت وراه قطة غريبة. قدر إن هو يوقفها في الوقت المناسب. Interference in a dispute between two ladies is improper. وآمل ان انتوا بتفهموا انجليزي في الحته اللي جايه دي. ولكنها بتقول انها تم استغلالها وهي مسكينه وتساعدهم مقابل ضمان حمايتها، عشان كده عايزه تتواصل مع مسؤول. بما ان موبايل راكان اتكسر من شويه، فهو بياخد موبايلها وبيتصل بالسيد وافي اللي فرح بالامساك باحد الاعداء. ولكن وردة هلعت اول ما عرفت كده، لان ده معناه ان هم قدروا يوصلوا لموقعهم بالقمر الصناعي، بالتالي مكان المنظمه السري اتكشف. ودي كانت الخطه من البدايه. وحتى القطة كانت سعيدة جدا ومش همها تموت ولا لأ، لأنها أدت دورها خلاص. وراكان مرعوب لأن اللي حصل الآن يعتبر غلطته. I'm going to be a spy story. Or are you a gentleman who does not harm نغمة women? نسائية قوية ستخرجك. وهناك في المنظمة فإنهم بدأوا يستعدوا بكل ما لديهم لهجوم متوقع. منهم ورد اللي بتترعب من الأمور دي ولا بتعرف أي شيء عن القتال، ولكن مفيش أعذار دلوقتي. جيد، أريد الصعود. على مدى المشهد القادم انهال الرصاص والدمار على المنظمة وتم اقتحامها. مفيش أي مساعدة في الطريق. السيد وافي اللي مفترض الجبل اللي مفيش حاجة بتهزه بقى ملقى لا حول ولا قوة على الأرض، بينما الضبع جوهر من الموسم الأول يضحك هو وزملائه على أطلال الملاهي مع خطاب ساخر. وافي يا وافي، كم أنت صاحب كبرياء كبير. ظننت أنك ستقاتل وحيدا فرقة كاملة من أفضل المقاتلين المحترفين الذين جمعتهم من كل أنحاء العالم. ونرى في الأفق اجتماع طلا وجلا من جديد، متبهدلين وسط الخراب وما عندهمش فكرة ايه اللي جاي. وبينتهي الموسم على كده. عمري ما توقعت ان نشوف كرتون عربي ينتهي بخسارة الأبطال بالشكل البشع ده. حتى لو الشخصيات الفردية ما نجحتش، المنظمة نفسها ما تخيلتهاش انها تتكشف أبدا، على الأقل مش بالسرعة دي. ازاي انتقلنا من جنه خفافيش لكل شيء تدمر ومفيش مهرب؟ ما عنديش فكرة حتى هيقدروا يصلحوا الأمور دي ازاي بعد كده. فتعرفوا لو ما عملوش موسم تاني بعد ده أنا هكتئب. في أي أرض ولا في سماء تلقى دايم في البداية أنا أحب أقول إني سعيدة جدا بالتحسن في الموسم ده، بالأخص كتابيا، حتى لو في عيوب بسيطة أو سيناريوهات ممكن كانت تكون أفضل، أو حوار قد يكون معوق أحيانا أنظر إليك يا جلا. ولكن الأهم إن الموسم ما كانش ممل خالص المرة دي، ودي إيجابية دايما في أي عمل عربي صدقوني. وحلو إنه قدم عدد كبير من الحبكات اللي تضم كل الشخصيات، مما عمل توازن حلو بما عدا بعض الاستثناءات. وكونهم تعمقوا في أكتر من واحد كان قرار موفق جدا. وكما هو باين، نجم ما زال شخصيتي المفضلة، أكيد مش تعصب لأنه ثعلب أصفر وشخصيتي ثعلب أصفر وشخصيتي المفضلة ثعلب أصفر، حتى بعد ما دوره اتخسف بيه الأرض. يعني برو فضل محجوز في 6 حلقات من أصل 7. برو غريب إنه كنت فاكراه الشخصية الكريهة والكاريزما، طلع شخصية حلوة الحقيقة. وغير التوقعات برضو، جالا كان باين إن هو ذكي وخجول وضعيف، بينما طلا قوية جسمانيا لكن ساذجة. بس يكادوا يكونوا العكس تماما. طلع عندها مشاكل عائلية وربما نفسية تعتبر مقدمة وتحترم القواعد وتهتم بغيرها، بينما جالا عنده the most annoying personality to ever exist. أو بمعنى آخر هو شخصية مغرورة متحفقة مع متلازمة محور الكون. أنا ما كنتش أفضل تكون شخصيته كده، ولكن طالما هم اختاروا الاتجاه ده، الأحسن إن هم يزبطوه. واقتراحي هو insecurities، يكون عنده عقدة نقص أو شيء غير مستقر فيه. الغريب إن الموسم ما عرضلوش عقد نفسية زي ما عمل للباقي. صاحبه مات، بس ده اتعرض كدافع للانتقام أكتر منها حاجة غيرت في شخصيته. فربما جلا كان عرضة للتنمر والمضايقات في حقبة من حياته، كان هو هزيل أو نيرد أو شيء مشابه، مما كون عنده مع الوقت شخصية دفاعية وحتى هجومية عشان ما يتعرضش لنفس الأذى من تاني. بالتالي تقمص دور المتنمر اللي كان بيخشاه. لذا ممكن
تلاقيه متعلق زيادة بالناس القريبة منه اللي يقدر يكون مرتاح معاهم من غير ما يخاف، زي عنبر وطلا، حتى لو مش بيعترف بكده. أشوف إن دي أكتر حاجة ممكن تظبط مع شخصيته الحالية، وفي تفاصيل صغيرة شبه تأكد الموضوع ده فعلا، وده ينقلني للعلاقات في المسلسل. أنا مش متأكدة هل الكرتون ده ناوي يخلي فيه بين قوسين علاقات حب فعلية، ولا عايز يخليها بشكل حيادي تجنبا للجدل حتى لو بيلمح لها بشكل بسيط. أبرز علاقتين بالنسبة لي هما طلا وجلا وركان وورد. ركان وورد بنشوفهم بيتجادلوا مع بعض كتير، وده بس ناتج عن اختلاف الأساليب، بس تحس فيه جانب ود من تحت لتحت. وطلا وجلا هم أساس الكرتون، سواء زمالة صداقة أو حب، مش باين هتوصل لفين، مع إن في لحظات بحس الاتنين دول مش لايقين على بعض نهائي. بداية الموسم الأول المريعة دي لسه مأثر عليا، بس أحيانا تاني أشوف إن هم فريق رائع وكل واحد بيهتم بالتاني. فمثال صغير استمر على مدى الموسم إن جلا سحب قلادة طلا أثناء التدريب وحب يرخم عليها وما رجعلهاش على طول، عشان لاحقا يتصل عليها ويعرض بتعجرف إنه نسيتي حاجة معايا، شكلي هتنازل واجيبها لك مخصوص، وكأنه كان عايز يقابلها بعيدا عن جو المهمات والشغل. وفي النهاية لما حس إن هما ممكن تكون دي آخر مرة يشوفوا بعض، اداها القلادة وكأنها وداع أخير، وهي أصلا اللي ساعدتها تخرج من العربية من الأساس. تفاصيل اللي زي كده تعتبر لطيفة جدا، نفسي يكون في أكتر زيها. هما ثنائي جيد الصراحة حتى لو معيوبين. وتعرفوا جه في بالي نقطة إضافية، كان نفسي يزودوا شوية من حتة صفات الحيوانات فيهم عشان يكون كونهم حيوانات ليه سبب منطقي أكتر، لأن مفيش غير هاتون اللي عندها قدرة خارقة بعذر إن هي حرباء. بس ممكن نزود حتى لو تفاصيل صغيرة زي مثلا نجم كونه ثعلب فنك سمعه جيد جدا لذا بارع في التجسس، أو طلا ممكن تنطح، ركان بيرفس، حاجات من دي حتى لو مجرد نكتة. يعني تخيل مثلا حد يسأل ورد عايزة مية فتقوله لا شكرا لسه شاربة من 3 أيام عشان هي جمل يعني. وده يفكرني بنقطة الكوميديا اللي أحس إن هي مفقودة بشكل كبير في المسلسل، بالأخص في الموسم الثاني. بالكاد أقدر أفتكر لحظات تعتبر فكاهية مقصودة من العمل، غير ممكن لقطة لما ركان رقص على أغنية من عربية في نص المهمة وهاتون كانت مصدومة زيادة عن اللزوم. الحتة دي كانت بتضحك. أشوف الكوميديا كانت هتعادل الجو الجدي لما تتحط في الوقت المناسب. وكشيء إضافي ما تكلمتش عليه للآن هو الأداء الصوتي، هو مازال جيد جدا مع إن بعض المؤديين اتغيروا زي شخصية وافي. ولكن الجدير بالذكر إن الموسم ده قرر يضيف نسخة باللهجة العامية السعودية. تم اعتماد هذا القرار الرائع من خلال تصويت على تويتر شارك فيه 15 واحد. شوفوا أنا ما عنديش أي مشكلة فعلية مع أي لهجة، بس من رأيي أنا أفضل الفصحى في البرامج العربية دايما، ومش بشجع إن يكون في نسختين فصحى وعامية، لأني بشوف ده ميزانية زيادة من غير قيمة كبيرة. الغريب هنا النسخة العامية فيها بعض التغيرات عن الفصحى في الحوار طبعا، لأن ليها كاتب مختلف، وفكرة إن مش كل مؤدي بيعمل نسختين، ربما لأن مش كلهم سعوديين فمش هيقدروا يظبطوا اللهجة، علامة استفهام. وكمان في مؤديين من الموسم الأول أدوا النسخة العامية بس من التاني، طب ليه ما عملوش الاثنين؟ المزعج بالنسبة لي ان هم اتخذوا النسخة العامية الاساس عن الفصحى في التسويق، وبيعرضوا لقطات من العامية بس. وملاحظة هنا التسويق بتاعهم هو معوق جدا، يعني الشيش مان ده اسوأ تسويق انا شفته في حياتي، ما حدش هيشوف الكرتون بالتسويق ده. ضبطت صدق، قديمك نديمك لو الجديد اغناك. واضح ان الامور بينك وبين ورد زانت. من انت تراقبينا ها؟ ليه تجسسين علينا؟ كل اللي بفريقك تشخمطه وانت اللي فزت في النهاية. هل هذا يخليك مقاتل بطل ولا قائد فاشل؟ وكمان عناوين الحلقات اللي هي مفروض عبارات حوار من الحلقة بتكون من العامية في النسختين، فلو بتشوف النسخة الفصحى زي ما أنا عملت هتكون مرتبك من العنوان الغريب اللي ملوش أي علاقة بالحلقة من وجهة نظرك. سبرايز يا سلايم، مفاجأة أيها الأنذان. ولكني ما أقدرش فعلا أحكم على النسخة العامية لأني ما شفتهاش، ولكن من اللي عدى عليا من لقطات فإنها قد تحاول تكون فني شوية. على العموم لحد شاف العامية كاملة ممكن يقول لي رأيه عنها في التعليقات. شيء تاني لاحظته هو ان الشخصيات الجانبيه تصاميمها بقت مختلفه. يعني شوفوا مثلا الفرق ما بين شخصيه تور عشوائيه من الموسم الاول وشخصيه تور عشوائيه من الموسم الثاني. من الاخر الشخصيات بقت معضله الف، لايك دام الناس دي بتاكل ايه، ولكنهم بقوا متقنين اكتر برضه. وده يرجع لاحد مصممين الشخصيات الجديد الفنان اسلام عبود، ففي حسابه على البيهانس تقدر تلاقي كل التصاميم دي. هو كمان مسؤول عن اعاده تصميم عزام وجوهر بالاضافه لامور كتير تانية زي اللاي اوت وبعض الفريم باي فريمز. وده ينقلني لبعض الناس اللي شغالين
شغالين على الكرتون، يعني من افضل الرسمات المستخدمه في الموسم كانت من ايد الفنان خالد عبد العزيز، وكل ده ما قدرش يكون مظبوط الا من خلال المخرج حمدي احمد، مع انه كان متواجد في الموسم الاول الا انه تألق اكتر المره دي وشفنا انتقالات جميله في مشاهد كتير. ولا ننسى اننا نعجب بالخلفيات والتحريك وكل اللي اشتغلوا عليه. انا فخوره كتير بيهم كلهم واتمنى ان هم يتحسنوا اكتر واكتر في اللي جاي. عارفه ان انا اتكلمت كتير اول مره دي، بس حبيت ابين امتناني على قد ما اقدر، لان في ناس كتير بتفتكر ان انا تنمر او انتقاد بس، لكن المرة دي أنا فعلا بتكلم عشان أنا حبيت الموسم ده. فطلع وجلا حاليا يعتبر أكتر كرتون عربي أنا تعلقت بيه، والمراجعة دي كانت واحدة من الأسباب اللي أنا أصلا كنت عايزة أرجع من السحبة، أنا محضرة لها من ساعتها. وكتقييم أخير فإن طلع وجلا الموسم الثاني واخد 7/10. إيه افتكرتوا إنها أقول بولشيت زي في مكان ما هو عادي من 10؟ جرو اب مان. وبكده أكون خلصت كل اللي عندي النهاردة. لو وصلت للحتة دي ياريت تكتب لي في التعليقات نجم هو أكتر شخصية أسطورية في التاريخ عشان أعرف إن أنت وصلت للحتة دي. وعلى العموم أشوفكم على خير في الفيديو الجاي ومع السلامة. في أيام ولا في زمان تلقى دايم طلع وجلا. Kendrick! Drop another diss track, and my life is yours!